ده يوم من بيت إيمان. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. ده جزء صغير من روتين يومي وتعالوا نكمل الروتين اللي احنا بدأناه مع بعض. في العادة احنا بنتغدى متأخر وبدخل اشطب المطبخ بالليل كده ايه قبل ما انام. زي ما احنا شايفين اطباق والبوتاجاز عايز يتصبن، طبعا قليت عليه سمك وبواقي الاكل بقى والشوك والزفارة والحاجات دي. جبت كيس كده وفضيت الشوك بتاع السمك وكده وقفلته كويس علشان الريحة وعلشان ما يكونش هاموش. وبواقي الاكل بقى عندي علب تلاجة كده صغيرة بحطها فيها وبقفلها وبحطها في التلاجة. وعايزة اقولكم ان علب التلاجة دي بتفرق جدا لان بتخلي شكل التلاجة لطيف ونضيف. بالاضافة ان هي طبعا ايه ما بتخليش الاكل كده ايه ياخد روايح من بعضه. اي حاجة بقى على الرخامة عندي هنا كده فضيتها علشان لما اصبن الاطباق او اغسل المواعين وكده اصبن الرخامة. هنا بقى الحلة دي كان فيها كابوريا، فضيتها برضو في كيسة وبحطها في الفريزر ما بيجرالهاش حاجة. وهبوش الحلة كده واحط فيها مية على بال ما اغسل ايه كم الطبق اللي عندي، وفي اخر حاجة هعملها الحلة. عايزه اقول لكم ان دي اهم فقره عندي في اليوم. لما تحسي ان انتي نايمه بوتاجازك نضيف، ما عندكيش مواعين، غسيلك ملموم ومتطبق وما عندكيش غسيل، انا اكتشفت ان بعد الجواز دولت اهم 3 حاجات. بتنامي بالك مرتاح، قايمه الصبح ما عندكيش كركبه، فمتشجعه تعملي حاجات تانية وراكي، غير بقى ان انتي عندك حاجات من قبليها بيوم ومضطره تعمليها عشان تبدأي كمان في الجديد. فحاولي بقدر الامكان، يعني مش احيانا بيجي علينا اوقات بنبقوا تعبانين، بس حاولي بقدر الامكان الحاجات دي اعمليها قبل ما تنامي. صبنا الحوض بعد ما غسلنا المواعين ودخلت بقى على البوتاجاز. هنا حبة صابون سائل اللي هو سائل غسيل الاطباق مع حبة مية، ما افتكستش ولا حطيت اي افتكاسات. وصبنت البوتاجاز تصبينة كويسة وبفوطة مبلولة لميت الرغاوي دي، وبعدين فوطة ناشفة نشفت البوتاجاز. العيون والحوامل صبنتهم وبرضو بنشفهم وبرجعهم تاني على البوتاجاز. اخر حاجة بقى حبة صابون بمية، والفوط اللي احنا بنستخدمها في المطبخ هنقعها فيهم، وتاني يوم بشطفهم وايه بنشرهم. تعالوا بقى نغير ريحة المطبخ بعد ما طبعا شايفين البوتاجاز القمر بتاعي. عود بخور كده او رش معطر، بس الافضل البخور بيضيع ريحة الزفارة يعني. شغلت عود بخور ودخلت لميت الغسيل وهطبقه علشان ما يبقاش عندي غسيل شايله همه. تمام. بعد كده اخر حاجة هروح اعمل كوباية بابونج علشان بحس ان هي بتساعد